اخيرا الاهلي هيلعب الماتش في ميعاده. ده احنا اتحرق دمنا يا راجل. في عالم اهلاويه هنا يا جدعان، اهلاويه تافهه، بيطلعوا يقولوا لما الاهلي قال لك امبارح احنا هنعمل قرار عاجل الساعه 11 الصبح، طلعوا قالوا ان انت دلوقتي بتقلد الزمالك وبقيت دلوقتي تطلع قرارات واجتماعات ومش عارف. دول عالم تافهه. كل اللي قال كده دول عالم تافهه، كل اللي قال كده على لسانه دول عالم تافهه حرفيا. وانا بقول لك، انا بقول لك في وشهم دول عالم تافهه، ولا ليهم علاقه بتشجيع النادي الاهلي اصلا، وعلى الله حكايتهم. ولكن يا جدعان، احنا بنتكلم في نقطة. ما هو انت لما تبقى انت بتنسحب مرتين بسبب التحكيم المصري، وجاي النهارده بالذات تحديدا وبيراميدز اللي بينافسك عايز تلعب بتحكيم مصري وتعترض على حكام اجانب، يبقى في حاجة غلط. اما يحصل الكلام ده والعته ده بين الاتحاد المصري ورابطة الأندية، يبقى في حاجة غلط على حساب النادي الأهلي. ما هو انا هلعب وهدوس على وشهم وهكسب و ولكن انا لسه قدامي 8 ماتشات. 8 ماتشات في الدوري، هعدي الماتش ده اللي بعده هيحاولوا يوقعوني، واللي بعده هيحاولوا يوقعوني، وكل ماتش هبقى بعمل اللي ربنا يقدرني عليه عشان اكسب. ولكن لا، انا لازم احفظ حقوقي. لما الاداره ما تتكلمش تطلعوا تقولوا ان الاداره موقفها سلبي. فين ادارتنا؟ فين مش عارف ايه؟ لما الاداره تتكلم تطلع تقول لي هو احنا بقينا نعمل اجتماعات زي الزمالك، هو احنا بقينا مش عارف ايه. انت ما عندكش شخصيه لو عيل تافه منك ليه؟ فانا بالنسبه لي اللي الاهلي عمله ده الصح. بصراحة يعني اللي الأهلي عمله ده الصح، وأقسم بالله. وده قرار تاريخي بالنسبة لي من النادي الأهلي، وأنا في ظهر الخطيب قلبا وقالبا. وفي أي قرار هياخده، أنا في أي قرار هياخده طالما هيحفظ حقوقي. ما يبقاش نادي الزمالك فيه حكام اتوقفت بسببه، بسبب إن هو كل شوية يطلع يشتكيهم حكام زي محمود البنا وزي محمد عادل. البسيوني ده حاطينه النهارده علشان هو طلع قال لك أنا بميل للأبيض، وطلع لغى ضربة جزاء للونش قدام بيراميدز. وهم حاطينه النهارده تحديدا لماتش الزمالك، وحاطين الغندور حكم فار. وتيجي انت تطلع تقول لي الاهلي ما ياخدش قرار وياخد اعتراض؟ طالما انت بتعترض، من امتى ماتش الاهلي بقى له فتره طويله جدا بيتلعب بحكام اجانب؟ وعايز اقول لك ان الزمالك بيعترض ان هو الزمالك اول مره يجيب حكام اجانب عشان يقول لك انا مش هقدر اجيب حكام اجانب؟ ولا ديت مسرحيه منصوبه بين اداره نادي الزمالك والاتحاد والرابطه علشان يوقعوا النادي الاهلي لصالح بيراميدز؟ واللي بيتكلم وبيقول لك ان الاهلي بيقلد الزمالك ده عارف مليون في الميه ان الدوري متباع لبيراميدز، وبرضه طلع يقول لك مش عارف عشان بس ينتقد اداره النادي الاهلي لحاجه معينه في دماغه او لصالح شخص معين. شويه لجان مالكوش 30 اي لازمه في